السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ انا شيماء العدو، ده قناتي. احنا ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلويات انما رهيبة، مش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود، وفي نفس الوقت النتيجة هتطلع معاكي روعة. هنعمل ان شاء الله النهاردة الملفي من الجلاش زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله شكله تحفة زي الجاهز واحسن كمان. وطبعا كلنا عارفين ان الملفي من الحلويات الغالية جدا جدا. احنا النهاردة ان شاء الله هنعمل 12 قطعة ملفي بتمن قطعتين بس من بره. زي ما انتوا شايفين التوريقة بتاعة الملفي جميلة جدا جدا، وفي نفس الوقت متماسك ومقرمش وهش كده، والكريمة بتاعته خطيرة. عايزة اقول لكم ان كريمة الملفي كريمة مش عادية، كريمة طعمها طعم جدا جدا ومميز وخطير. شايفين شكلها عامل ازاي؟ احلى ملفي واحلى كريمة هتجربيها النهارده ان شاء الله. يا ريت بقى كل اللي حابب يكمل معانا الطريقة والفيديو، يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، واهم حاجة تفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد هننزله ان شاء الله. ودلوقتي بقى يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ في الطريقة. واول حاجه معانا في المقادير النهارده طبعا وهي ورق الجلاش. معانا كده لفه من الجلاش زي ما انتم شايفين. وطبعا الجلاش ده بنشتريه كده من عند مين؟ من عند الفطاطري. ما تشتريش الجلاش بتاع السوبر ماركت، لان جلاش الفطاطري هو بيبقى مخصص للحلويات، وفي نفس الوقت بيبقى رقيق كده زي ما انتم شايفين، ينفع في كل حاجه وينفع في الملفي. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنجيب كده كوبايه من السمنه على زبده، وهنبتدي بقى نجيب ورق الجلاش كده زي ما انتوا شايفين. وتعالوا بقى نشوف الطريقة السهلة جدا جدا. حتى لو أول مرة تعملي حلويات هتنجح معاك إن شاء الله من أول مرة، من كتر ما الطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. هجيب بقى أول ورقة كده وهبتدي أدهنها كده من الخليط السمنة على زبدة، وهجيب بقى كده شوية من السكر، حوالي كده ربع كوباية من السكر، وهبتدي بقى أرش كده من ورق الجلاش وبعضه رشة بسيطة كده، ما تكتريش. الغرض من رشة السكر هنا بيخلي ورق الجلاش يتمسك في بعضه لما نيجي نسويه، وفي نفس الوقت برضو السكر بيكرمل كده بين الطبقات وبيديكي طعم روعة، نفس طعم الملفي الجاهز. يبقى كده احنا فهمنا ان احنا هندهن كل ورقة كده، وبعد ما بندهنها بنروح رشين كده بين كل طبقة وطبقة رشة بسيطة من السكر. هتدنك ماشية كده بنفس النظام لغاية لما توصلي يا اما 8 ورقات يا اما 10 ورقات. يعني كده احنا فهمنا ان طبقة الملفيه الواحدة تقدري تعمليها من 8 ورقات من الجلاش او 10 ورقات. انا بالنسبة لي النهاردة هشتغل كده على 8 ورقات، يعني كل 8 ورقات هرصهم كده فوق بعضيهم، وبين كل طبقة وطبقة هنرش رشة السكر. وبعد كده بقى هقول لكم هنعمل ايه. بس اهم حاجة وانتي بترصي الورق فوق بعضه، خلي الاطراف كلها متساوية، يعني طرف الورقة دي على طرف الورقة التانية على طرف الورقة اللي وراها، وده علشان تاخدي نتيجة مظبوطة طبعا. ودلوقتي بقى ركزوا معايا، احنا هندننا ماشيين كده بنفس النظام لغايه لما نوصل لاخر ورقه. اخر ورقه مش هترش عليها رشه من السكر، وهترش كده رشه من السكر على اخر ورقه. وهقول لك دلوقتي ليه. كل اللي انت هتعمليه هتيجي على اخر ورقه وتدهنيها كده بس بالماده الدهنيه وما ترشيش السكر. شايفين دي اخر ورقه معايا كده زي ما انتم ملاحظين، دهنتها كده بالخليط الدهني. وبعد كده بقى هنبتدي نقسمها كده ل3 اقسام. لو عندك مسطرة كده من وسط الولاد تقدري بقى تقسميها بالشكل دوت. هتقيسي القطعة كلها كده على بعضيها وتبتدي بقى تقسميها على 3، وبعد كده تقسمي كده ل3 أقسام متساوية. شايفين دلوقتي أنا هقسمهم كده ل3 شرايح بالظبط. تقدري تشيلي شريحة من دول وتحطيها على الشريحة التانية وتقطعي عليها لو انت ما عندكيش مسطرة. طريقة سهلة وبسيطة خالص. حاولي بس تخلي السكينة كده توصل لآخر راق، وده علشان لما تيجي تخلعي الرقات كده او تشيلي الرقات تبتدي تتشال معاكي بمنتهى السهوله من غير ما تتقطع معاكي. ودلوقتي بقى ركزوا معايا صاج هاجي على ظهره كده، على ظهره مش على وشه، من ورا كده، وهبتدي ادهنه دهنه كده من السمنه. طبعا بتكوني غاسله ظهر الصاج كويس جدا جدا الاول وبعد كده تدهنيه. وده علشان احنا هنسوي الرقات ديت على ظهر الصاج، هنسويها عليه على ظهر الصاج علشان خاطر الرقات تتكبس معاكي كويس جدا جدا وتتاكدي ان هي انكبست معاكي. هبتدي بقى انقل الرقات كده على ظهر الصاج على حسب بقى ظهر الصاج ما ياخد عندك. تقدري تشتغل على صاج اكبر من كده وتحطي كذا واحده مع بعض. انا بالنسبه لي علشان هعمل لفتين من الجلاش فهعملها على كذا مره، او هسويهم على كذا مره. وبعد ما حطيت الرقات كده على ظهر الصاج هاجي بقى بصاج تاني كده زي ما انتوا شايفين فاضي، وهبتدي احطه كده على الرقات. كده هضمن ان الرقات هتتكبس معايا ومش هتنفخ معايا في الفرن. شايفين ده شكل الصاج كده جوه الفرن وهو عليه الصاج التاني، وده شكلهم كان بعد ما استووا يا جماعه.
شايفين هتلاقي الرقات بقى مضغوطة، وفي نفس الوقت برضو مورقة تورقة بسيطة، بس الرقات لازقة ببعضيها ومورقة في نفس الوقت. ودلوقتي احنا هنعرف سويناهم على درجة حرارة كام وحطيناهم ازاي. بس ركزوا معايا الأول. أول ما الجلاش بيطلع سخن من الفرن بتكوني مجهزة الشربات، والشربات طبعا بيكون تقيل وبارد. ركزوا معايا، لازم الشربات يكون تقيل، لأن لو الشربات خفيف أول ما تسقي الجلاش هيكون مقرمش معاكي في الأول وهيرجع يطري منك. علشان تحافظي على القرمشة بتاعته لازم الشربات يكون تقيل. الشربات قد ايه؟ الشربات بيكون عبارة عن كوباية من السكر على كوباية من المية، ما تكتريش اكتر من كده، لان طبعا هو ما بياخدش معانا شربات كتير. وده علشان طبعا احنا رشين سكر بين الطبقات وبعضيها ولسه هنعمل كريمة، فاحنا عايزين السكر يبقى مظبوط بين الطبقات وبعضيها ويطلع سكرها حلو ومظبوط في الاخر. هنسويه على درجة حرارة كام؟ على درجة حرارة 170 في الرف الوسطاني، وبنشغل من تحت بس ما تشغليش من فوق. وبعد 10 دقايق بتروحي رافعه الصاج اللي انت كابسه بيه الجلاش وتبصي بصه، لقيتي اتحمر كويس خلاص بتطلعيه. حسيتي ان في كام ورقه كده من فوق ما استوتش كويس او لونها لسه مصفر ما احمرتش كده، روحي قلبها على الناحيه التانيه. وبعد كده تروحي حاطه الصاج عليه مره تانيه وتدخليه الفرن، بيتقلب معاكي بمنتهى السهوله، وده بسبب السكر اللي احنا حاطينه بين الطبقات وبعضيها. هينقلب معاكي ومن غير ما يتقطع ولا يتكسر ولا يجراله اي حاجه. وزي ما انتوا شايفين كده هم طلعوا معانا كده 6 رقات، لفتين الجلاش طلعوا معانا 6 رقات. دلوقتي بقى زي ما انتم ملاحظين هنعمل الكريمه. معايا كده كيلو من الحليب، هضيف عليه 4 معالق كبار من السكر. وبعد كده بقى هنضيف ايه؟ هنضيف كده 5 معالق كبار كده مليانين بشكل هرمي من الكاسترد. الكاسترد ده يا جماعه بنباع عند اي سوبر ماركت، بيكون البرطمان رخيص جدا جدا، يعني البرطمان بيكون في حدود كده 15 جنيه. وبعد ما حطينا ال5 معالق كبار كده من الكاسترد هنضيف ايه؟ هنضيف كده 3 معالق كبار من النشا. النشا او الكورن فلاور او المايزينا، النشا العادي اللي احنا بنضيفه على الرز بلبن او المهلبيه. دلوقتي بقى هقلب الخليط ده كله كده زي ما انتم شايفين مع بعضه لغايه لما كل التكتلات تفك كده معايا الاول على البارد قبل ما ارفع الخليط على النار. في الخطوه دي لو مش عايزه تقلبي كتير ممكن تضربي الخليط ده كله كده في شفشق الخلاط وترجعيه تاني كده للحله او الطاسه. وطبعا مش شرط طاسه تيفال، تقدري تعمليه في اي حله عاديه جدا جدا. دلوقتي بقى هقلب كده الخليط على النار بعد ما رفعته كده تقليب مستمر، مش هشيل ايدي خالص الا لما الخليط يتقل معايا بالقوام اللي هتشوفوه دلوقتي معايا. شايفين الخليط هيبتدي يتقل معايا في المرحله دي، هبتدي بقى اطفي النار عليه وافضيه بقى في حاجه تانية. وطبعا الخليط لونه بيصفر معانا علشان الكاسترد اول ما بنحطه ونقلبه كده بيصفر معانا بالشكل دوت. دلوقتي بقى هفضيه في حاجه تانية كده بعد ما هدي كده وبرد شويه علشان خاطر ما يعملش قشره معايا. وبعد ما هغطيه هحطه كده في التلاجة شويه الاول، وبعد كده بقى هقول لكم هنعمل فيه ايه. شايفين قوام الخليط؟ هسويه بقى كده واحط عليه كيس بلاستيك وادخله التلاجة. انا محتاجه الخليط ده يكون ساقع معايا، ودلوقتي هنعرف ليه. في المرحله دي تقدري بقى تجهزي الخليط الاول وبعد كده تعملي الجلاش، بحيث تبقى خطواتك كده سريعه. بعد ما الخليط سقع معايا وبقى بالقوام دوت هبتدي بقى اعمل ايه؟ هبتدي احط كده نص كوبايه من الكريم شانتيه، الكريم شانتيه الغير محلى. في المرحله دي لو هتحطي كريم شانتيه محلى عادي جدا تقدري تحطيه او تستخدميه، بس ساعتها قللي من السكر اللي احنا حطيناه في الاول. يعني مثلا بدل ما تحطي 4 معالق كبار من السكر ساعتها هتحطي 3 معالق كبار بس، وحطي كريم شانتيه محلى عادي جدا جدا. هضرب بقى الخليط ده كله مع بعضه كده لغايه لما يتقل معايا ويبقى بالقوام ده. وفي المرحله دي لو حابه تستخدمي المضرب الكهربائي زي ما انت حابه، انا بالنسبه لي النهارده استخدمت المضرب اليدوي. الموضوع مش مستاهل، بس كل الموضوع ان الخليط هياخد معاكي شويه وقت كده على ما يتقل معاكي بالقوام ده. طيب دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنعبي بقى الكريمه كده في كيس بلاستيك من اكياس التلاجة او كيس الحلواني اللي انتوا شايفينه دوت، وابتدي بقى امشي كده على اول طبقه من طبقات الجلاش. شايفين بنفس الطريقه دي. وطبعا مش شرط كيس، تقدري تاخدي بالسكينه وتحطي على طول كده على الجلاش بس علشان تتحكمي اكتر ومش تبهدلي الدنيا. هبتدي بقى اسوي طبقه الكريمه ديت زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده بقى احط طبقه كده فوق الكريمه من الورق بتاع الجلاش اللي احنا لسه عاملينه. هنحط كده بين كل طبقه وطبقه طبقه من الكريمه. هنحط كام طبقه على بعض من الجلاش؟ هنحط كده 3 طبقات فوق بعض. وطبعا زي ما انتوا شفتوا كده احنا طلعنا 6 رقات كده من رقات الجلاش بعد ما سويناها. يبقى هنعمل كده ايه؟ كل 3 طبقات مع بعض علشان تاخدي نفس النتيجه اللي انت شفتها كده في اول الفيديو. بعد ما سويت الطبقه التانية كده هبتدي بقى احط الطبقه التالتة من ورق الجلاش. طبعا ورق الجلاش متماسك ومش بيحصل له اي حاجه، وفي نفس الوقت مقرمش وما بتكسرش بسهوله.
وده بسبب خليط السمنه على زبده اللي احنا حطيناه، لان خليط السمنه على زبده بيديكي قرمشه وفي نفس الوقت برضو بيديكي كده ليونه لورق الجلاش، بيتحرك معاكي بسهوله ما بتكسرش منك. بس عايزه اقول لكم ان الجلاش ده بيطلع مقرمش جدا جدا من الفرن، اوعي تطلعيه الا لما يقرمش كويس علشان تاخدي نفس النتيجه. طبعا بالنسبه لنسبه الزبده ونسبه السمنه، بتحطي كده تلتين كوبايه من السمنه وعليهم تلت كوبايه من الزبده، يعني السمنه بتكون اكتر من الزبده. وزي ما انتوا شفتوا كده انا عملت الثلاث طبقات الاولانيين ولفيت الصاج كده نحيتي علشان اقدر اتحكم فيه، وهعمل الثلاث طبقات التانيين. وزي ما انتم ملاحظين انا هعمل الثلاث طبقات التانيين كده بالمعلقه او بظهر المعلقه كده، مش هحتاج للكيس خالص. يعني انت لو مش عايزه تحطي الكريمه في الكيس اعملي كده بنفس الطريقه. حابه بس اقول لكم على معلومه اخيره بالنسبه للزبده علشان الطريقه تنجح معاكم. انا النوع اللي انا مستخدمه النهارده من الزبده، انا مستخدمه زبده جنه. تقدري تستخدمي اي نوع زبده تاني، بس اهم حاجه تستخدمي انواع الزبده اللي موجوده في المحلات زي لورباك او جنه او كريستال. ما ينفعش نستخدم زبده بلدي، لان الزبده البلدي بيكون فيها نسبه من الميه، او بمعنى اصح بتستخدمي اي نوع زبده نيوزيلندي. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين هجيب بقى كده شويه من المربى، دي مربى المشمش، وتقدري تستخدمي اي نوع مربى انت حباه او اي طعم انت حباه. انت بقى لو مش حابه تستخدمي المربى تقدري ترشي كده شويه من السكر البودره على الوش وخلاص كده وتقطعيه، هيطلع معاكي زي الفل. حابه بقى تعمليه بالمربى زي ما انا عملت كده، ساعتها بقى هتجيبي شويه كده من المربى وتعمليهم كده بالشوكه او بالمعلقه، يعني اضربيهم كده شويه الاول قبل ما تحطيهم على الوش، واستخدمي المربى اللي مش فيها قطع، وده علشان تتفرد معاكي كده بمنتهى السهوله زي ما انت شفتي كده. دلوقتي بقى تقدري برضو تقطعيها على الوضع ده او تزوقيها كده زي ما انا زوقتها. انا زوقتها بالشوكولاته النوتيلا، عملت خطوط كده بالعرض، وبعد كده بقى جيت بالخله بتاعه الاسنان وابتديت ان انا بقى اعمل ايه، اعمل كده خطوط رايح جاي هتديني الشكل ده. انت بقى بالنسبه لك تقدري تزوقيها بقى بصوص الشوكولاته او بالشوكولاته النوتيلا كده زي ما انا عملت. دلوقتي بقى انا عملت دي بالنوتيلا والتانية هعملها برضو بالنوتيلا بس النوتيلا البيضه، شايفين هعملها بقى بالشكل ده. وبعد كده برضه هعملها كده بالخله رايح جاي، هتديني الشكل الجميل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي في الاخر. دلوقتي بقى زي ما انتوا شايفين بجيب بقى السكينه وابتدي بقى اقطع الورق كده بس بالراحه شويه علشان خاطر ما تبوظيش الوش. انما كده كده في ليونه في الورق ما تقلقيش خالص، بيتقطع معاكي بمنتهى السهوله، ما بتكسرش ورق الجلاش ولا بيجراله اي حاجه. اهم حاجه بين كل تقطيعه والتانيه تغسلي السكينه كده بشويه ميه سخنه. يعني انا دلوقتي وانا بقطع بجيب حله كده فيها شويه ميه سخنه جنبي، وباخد الطرنشه او السكينه وابتدي اشطفه بالميه السخنه وانشف السكينه واقطع، وده علشان التقطيع كده يطلع معايا مظبوط وفي نفس الوقت ورق الجلاش ما يتبهدلش معايا. دلوقتي بقى هنقلهم بقى على طبق التقديم. شايفين الشكل جميل ازاي؟ الطريقه سهله وبسيطه والنتيجه هتطلع معاكي جميله كده زي ما انت شايفه. تعالوا بقى نقطع اللي بالنوتيلا كده وهوريكم شكلها برضو من جوه. وده كان شكل القطع اللي بالنوتيلا زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله مظبوطه جدا جدا. طول ما انت بتغسلي السكينه وبتنشفيها وتقطعي هتطلع معاكي الطبقات كده شكلها حلو ومش هتتبهدل والكريمه تدخل على الطبقات التانيه. شايفين بقى ما شاء الله من كيلو جلاش هتطلعي 12 قطعه كبار كده زي ما انتوا شايفين، احلى واحسن من بره مليون مره. شايفين التوريقه اللي في القطعه كده من ورا؟ طبعا التوريقه واضحه كده وباينه، وباين ان هو جميل جدا جدا وفي نفس الوقت مقرمش. وعايزه اقول لكم ان السكر كان بتاعه مظبوط جدا جدا، الطبقات كلها كده مع بعضيها سكرها مظبوط، مش تقلقي مش هيبقى مسكر قوي او مسكر بزياده، السكر هيطلع معاكي مظبوط زي اي نوع من انواع الحلويات. دلوقتي بقى يا ريت كل اللي وصل الحته دي من الفيديو ما ينساش يحط اللايك، مش يستخسروا فيا اللايك لان الفيديو جميل ويستاهل لايك. وبالنسبه لضيوفنا الجداد اللي اول مره يشوفوا القناه وعجبتهم القناه وحابين يشتركوا فيها، اكيد يشرفنا اشتراكهم، بس ما ينسوش يفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلهم إشعار بكل فيديو جديد هننزله إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وأمنه، دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.